تعالي اعملي القطايف على طريقتي وذوقي كل اللذاذة. طعم لذيذ ورائع، وحبيت أسهلها على نفسي وعليكم، فأخذت القطايف جاهزة وبدأت العمل مباشرة. أخذت القطايف الحجم الصغير وطبقتها كده بالنص، وبدأت أحط عليها القشطة. استخدمت نوع القشطة هذا، وحطيت عليها شوية فستق، قفلتها كويس. والحشوة يا بنات انتم تقدروا تحطوا الحشوة اللي تناسبكم، ممكن تحطي مكسرات أو قشطة. أنا حطيت المكسرات مع القشطة وطلعت مرة لذيذة. قليتها في زيت غزير، وحطيت في الصينية فستق، ورصيت القطايف، وخلطت حليب مكثف محلى مع حليب مبخر، يعني العلبة كاملة وعلبة الحليب مبخر كاملة. خلطتهم كده وحطيتهم على طول على القطايف وهي حارة. رشيت عليها كمان فستق وقدمتها، كانت جدا لذيذة، يعني ما تتخيلوا قديش طعمها لذيذ. وبالعافية.